مرة ثانية للسادة الحضور. والآن أدعو أخي العزيز الأستاذ الدكتور صلاح نوار لكي يدلي بدمه، وأرجو أن يكون رحيما بهذا الطالب المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الدولة الحجامين وسلم أجمعين. سعيد بالغاية من وجودي بين هذين العالمين الجليلين، الأستاذ الدكتور صبري عبد اللطيف سليم، أستاذ سليم العاشي، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية الفرنسية، والسعادة الأستاذ الدكتور عبد الحميد حسين الحمودة، أستاذ التاريخ الإسلامي وعميد كلية الآداب جامعة الفيوم. ونرحب أيضا بالسادة الحضور على رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد القادر، رئيس مجلس قسم التاريخ، والزملاء في القسم الدكتور رواد أحمد إبراهيم، والأخ العزيز الدكتور حسن سمين، أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد. لا نطيل في هذه المقدمة، ولكن هخش في موضوع الدين عشان انا عارف وقت التمرين سعاده الاستاذ الدكتور عبد الحميد عزيز الهجة، وانا لدي لقاء مع رئيس الجامعه. بالنسبه طبعا يعني كاساس كفاونديشن او بيزك يعني الرساله كويسه جدا. ده دي الرساله كويسه جدا، فيها مجهود كبير وواضح فيها بصمات استاذ العالم الجليل استاذ الدكتور صبري سليم، والمؤكد فيه انه اتعبك كثيرا وادخلك في مفرمه علميه كما افعل مع تلاميذي، وهذا مطلوب بالنسبه للطالب. خلاص؟ بذلت مجهودا طيبا ورجعت الى مصادر رائعه، هذا يعني لا شك يعني، وهذا الكلام غير قابل للاستئناف حتى بالنقد. خلاص؟ يعني قولا واحدا، ولكن نحن بشر في النهايه. نحن لا. وبعد طبعا هذه الملاحظات والانهيارات لا تقلل ابدا من قيمه العمل الذي قمت به هي، وطبعا هذه الملاحظات العديده تدل على صراحه البحث، وتدل على ان استاذ الدكتور صبري سليم يعني تعب معك كثيرا لكي يخرج هذا البحث في هذا الكون الاشمل، الى مساحه هذا التعبير. وارجو ان هذه الملاحظات خلاص على اساس الكتابات يعني الحاشاه عند طباعه هذه الرساله، واتمنى لك التوفيق فيما بعد في رساله الدكتوراه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أشكر أخي وزميلي الأستاذ الدكتور صلاح محمد عبد القادر نوار على هذه الملاحظات القيمة الدقيقة، والتي استفاد منها الطالب والمؤكد أنه استفاد. الآن جاء دور سيادة العميد، سيادة الأخ العزيز الدكتور عبد الحميد حمودة، عميد كلية الآداب الذي شاركنا بالأمس في مناقشة الطالبة دعاء، واليوم يشاركنا أيضا مناقشة الطالب أحمد، سوف نستفيد جميعا من هذه المناقشة، فليتفضل مشكورا بمناقشة الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال وفي كل حال، واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار الفرد الصمد، واصلي واسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي الكريم
الذي قال عنه الله عز وجل في قرآنه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي العربي الكريم الذي علم المتعلمين والذي أنقذ الأمة من دياجير الجهل وعبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد القهار. وبعد، يطيب لي ونحن في رحاب كلية دار العلوم جامعة الفيوم في اليوم الثاني على التوالي أن نلتقي في رحاب العلم الذي اخترناه قدرا ومصيرا لمناقشة رسالة الطالب أحمد عبد الفتاح ياسين محمد. وقبل أن أستهل حديثي أتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري وامتناني إلى سعادة الأستاذ الدكتور صبري عبد اللطيف، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. الدكتور صبري تزاملنا طويلا، يعني ربما يكون أكثر من ربع قرن، تربطني به علاقة طيبة وطيبة، علاقة محبة، علاقة أخوة، صداقة. من هذا المضمار حدث بلا حرج. أما زميلي الثاني الدكتور صلاح نوار فهو نبراس وعالم في تخصصه، وزميل فاضل نعتز به جميعا، وربما يعني يحلو لنا يعني أن نتحدث معه كثيرا. الدكتور صلاح برضو من يعني منذ ربع قرن واحنا يعني نتواصل ونتحاور ونتشاور ونتقارب معا في كثير من القضايا العلمية. المنصة الموجودة الآن في أمام حضراتكم لم تجلس هذه الجلسة إلا بعد أن تعاركت مع الزمان وتعاركت مع المكتبات وذاقت كل ألوان العذاب في البحوث والترقية والمشاق. فأنا سعيد أن جامعة الفيوم وخصوصا كلية دار العلوم تصل إلى هذا المستوى العلمي الراقي. من كان يدري أن الفيوم بها كلية، بها جامعة، بها هذا المستوى اللي إن شاء الله ينعكس على أبناء التقليم ومحافظة الفيوم وكل الجامعات المصرية والعالم. أخص بشكري الخاص للباحث أحمد عبد الفتاح ياسين صاحب هذا اللقاء العلمي الرائع، وأتوجه إلى أهله الكرام وإلى كل جميع الحضور بخالص امتناني وعظيم تقديري إنهم اقتطعوا جزء من وقتهم الثمين لكي يحضروا هذا اللقاء. أستهل حديثي هسير يعني الدكتور صلاح نوار صراحة أغناني عن الكثير لدرجة أنني شبعت بالمناقشة لم يعد لي فائض أتحدث فيه، ولكن يعني سأترك مما كثيرا مما قاله الدكتور صلاح لأني يعني لا فائدة من تكرار المعلومة على بعض الملحوظات. أحمد من جيل الرواد الأوائل، صراحة باحث ناضج كل النضوج، لا خوف عليه بعد اليوم. فهو من الذين يكونون عملهم ويدققون ويحققون ويمحصون في وله مستقبل في حقل الدراسات التاريخية. مبسوط؟ أقول كده. موضوع الرسالة من الموضوعات الدقيقة جدا اللي أحمد غاص في مصادر كثيرة متنوعة. أحمد يتميز أهم شيء الأمانة العلمية في التوثيق. في كثير من الناس تقول المشرفين دول مش بيقولوا نعم عندنا مشاغل، والله أحيانا يتصلوا بيا الولاد ما بعرفهم من كثرة المشاغل من الصبح لاخر النهار. أحمد أمين جدا في النقل وأمين في التوثيق، وده أهم سمة من سمات الباحث، وخصوصا ان احمد اول على الدرب يعني في مستهل الطريق العلمي، فاللي بيبدأ صح بينتهي صح، واللي بيبدأ بقى ياخد من المصادر من
هنا ومن هنا وعايز بس يبقى كلامه كتير وكده، ده مش بيصل للنتيجة، بيقع بسرعة. البحث العلمي مش الفقرة، الأمانة. أحمد كان أمين جدا في كل فقرة. الأمانة العلمية دي ما تعتقد طول ما فلان شيراها، ده أنت قد تأخذ كلمة من أستاذ عراقي، من أستاذ مغربي، كتابك هينتشر، خرج من تحت السيطرة، هيقولوا ده أمين قالب يمينا أو شمالا. أحمد اعتمد على نخبة كبيرة من المصادر المتخصصة، يعني مراجع متنوعة في فض إشكاليات كثيرة في الدراسة. يعني تلاقي وجمع بين مخطوطات ومصادر ومراجع، والمرجع الدارس الباحث اللي بيدور على المرجع المتخصص اللي عالج إشكالية وقضية من القضايا. فأحمد صراحة يعني نرفع له القبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير نشر رسالة ماجستير حسب نظام الساعات المعتمدة قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للطالب أحمد عبد الفتاح حسين. اجتمعت اللجنة وناقشت الطالب علنا في موضوع رسالته، وهو تارك العسكر في مصر عصر دولة المماليك. واتفقت اللجنة بالإجماع على أن الرسالة تستحق تقدير ممتاز.